لو قلت لك ان انفصال عصام صاصا وجهاد احمد مش مجرد طلاق، وقلت لك ان في حاجه اكبر من كده بتتحكم في علاقته، هتصدق؟ النهارده هنعرف الحقيقه. هل عصام صاصا بيحب مراته ولا بس بيخاف من كلام الناس والشائعات؟ خليك معايا لاخر ثانيه وانت هتعرف. في بداية الموضوع خبر وصل لنا الأيام اللي فاتت ومال السوشيال ميديا. جهاد أحمد مرات عصام صاصا خرجت وقالت الحمد لله على كل شيء، تم الانفصال بينه وبين أبو رحيم. لو شفنا الموضوع هنا هنلاقي إن الكلام بسيط، لكن من بعدها نشرت صورة وهي بتبكي وقالت أكتر من أي خبر. وللأسف أغلب الناس ركزوا على درامة الانفصال بس مش على السبب الحقيقي ورا اللي حصل. يعني بصراحة هل كل ده حب ولا مجرد خوف من الناس والضغط الاجتماعي؟ يلا بينا بقى نحلل الاسباب وهنحللهم بقى لثلاث مراحل. اول مرحله كلام جهاد وحقيقه الانفصال. جهاد قالت ان هي منفصله من فتره واللي حصل امبارح مش سبب الانفصال، يعني واضح انها كانت حاسه ان الموضوع محتاج اعلان رسمي علشان الناس ما تسالش جوزك فين. اتنين، رد فعل عصام صاصا. عصام صاصا من ناحيته نشر ستوري وقال حابب اتكلم في نقطه بسيطه بس بعض كلام الناس بيضايقني، وهنا بقى ركز على احترامه لجهاد وقال انها عمرها ما غلطت. يعني واضح ان هو مش حابب يفتح النار على حد ولا يزود الشائعات، لكن يا ترى هل ده حب حقيقي ولا مجرد خوف من السوشيال ميديا والناس اللي حواليهم؟ ثلاثة، تأثير الجمهور والشائعات. اللي حصل يخلينا نفكر، الحياة العامة للفنانين صعبة، كل خطوة تتعمل بيبص عليها الناس. كتير من الفنانين بيتصرفوا علشان يحافظوا على الصورة اللي قدام الجمهور، مش بالضرورة دايما يكون ده تعبير عن الحب الحقيقي. وفي حالة عصام صاصا احنا شايفين احترام، بس هل الاحترام ده نابع من قلبه ولا مجرد رغبة ان هو ما يتعرضش للانتقاد من الجمهور؟ وفي النهاية الحقيقة الوحيدة اللي واضحة ان عصام صاصا وجهاد انفصلوا وكل واحد عنده مشاعره. بس السؤال الحقيقي لينا، هل الحب بيكون دايما ظاهرة ولا ساعات بيكون مختفي ورا الاحترام والخوف؟ اللي عايز يشارك برأيه انا عايزكم تحكوا لنا في الكومنتات، هل شايفين ان عصام صاصا فعلا بيحب مراته ولا مجرد خوف من كلام الناس؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. سلام.